يا اهلا وسهلا بكم في فيديو النهارده. اتمنى تكونوا مبسوطين معانا في المكان الجميل ده. موضوع النهارده ان شاء الله نتكلم عن الفرق بين الماركتير الشاطر الحقيقي اللي هيساعدك تجيب نتائج حقيقيه، وماركتير الفهلوي اللي بيبيع الكلام فقط عشان يجيب فلوس وخلاص. الفيديو ده مهم جدا وخصوصا انا عامله خصوصا للناس اللي يعني محتاجين يطوروا نفسهم في الماركتينج عشان يجيبوا نوعيه عملاء احسن، بس ما عندهمش المهاره، فهيعتمدوا على حد مسوق فاهم، مسوق شاطر يشتغلوا معاه، او حتى حد يعلمهم ازاي يسوقوا للبرامج التدريبيه بتاعتهم، الكورسات بتاعتهم، او الخدمات بتاعتهم اونلاين، وعايزين يثقوا فيه. فانا اقول لك على شويه علامات كده لو شفتها في اي ماركتير تقدر تحدد او تقدر تقيم اذا كان الشخص ده فهلوي ولا شخص فعلا فاهم. طيب قبل اي حاجه خليني اقول لك انا مين وانا بعمل ايه. انا اسمي عبد الله، انا مهندس معماري ماركتنج وسيلز كوتش. ساعدنا عملائنا مدربين ومقدمين كورسات يعملوا اكتر من 3-4 مليون جنيه لغايه دلوقتي في خلال رحلتهم في الكوتشنج بزنسز بتاعتهم. واحنا برضو بنساعد مقدمين الخدمات، لو انت حد مقدم الخدمات او انت مدرب ومقدم كورسات نقدر برضو نساعدك تحقق نفس النتائج دي. مش بقعد ان انت هتحقق 4 مليون جنيه اكيد، بس انا بتكلم ان احنا هنعرفك بالظبط ايه السيستمز اللي انت تمشي عليها عشان تكبر الكوتشنج بزنس بتاعك ايا كان منه. خلاص نستنى بس الاذان. انا هحكي لك قصص حقيقيه من الماركت، ناس فعلا للاسف الشديد اتنصب عليهم بسبب بعض الماركتير، او مش اتنصب، خلينا نقول ان هم يعني الماركتير اللي كان بيشتغل معاهم ما كانش ذو خبره كافيه ان هو يساعدهم يجيبوا النتائج دي. فخلينا نبدا. اولا خلي بالك كويس قوي من الوعود المبالغ فيها في الماركتنج بتاعه. خلاص، لان هتلاقي وعود زي هنساعدك تجيب 1 2 3 4 ولو ما عملناش هرجع لك فلوسك كامله وما اعرفش ايه. هل في ناس حقيقيه بتعمل الحاجات دي؟ هل في ماركتيرز اقوياء بيعملوا الحاجات دي؟ طبعا في. بس من خبرتي الى الان باللي انا شفته على مدار ال8 سنين اللي فاتوا، واللي انا شفته من القصص اللي سمعتها من العملاء اللي معظمهم دلوقتي يعني اشتركوا معانا، دول حاجات غير عكس ده تماما. خلينا اديك فكره. يعني احد العملاء اللي اشترك معانا في كام شهر كان بيقول لي ان انا اشتركت مع شخص بيوعد الوعد ده، هنساعدك تعمل تديني 1 2 3 4 في كان في البيزنس بتاعك، لو ما عملناش هرجع لك فلوس. ايه اللي حصل؟ كالاتي: دفع المبلغ، خلاص دفعوا ليهم، طبعا مش مستفوق، مش بيبيعوا برامج باسعار قليله، فيعني دفع رقم في البيزنس عندهم، بنوا له الشغل اللي هو طلبه، وفي الاخر بعد كل ده حسابه الاعلاني اتقفل. انت متخيل؟ يعني حساب الاعلاني اللي كان عند العميل ده بقى له يمكن اكتر من 8 سنين اتقفل بسبب الماركتنج ده، بسبب الماركتير ده. وده بسبب ايه؟ اكيد ميس كليمز، حاجه من القوانين بتاعت فيسبوك تم الاخلاء بها بشكل ما في الماركتنج بتاعهم، هو ما يعرفش. قفلوا الاكونت. الاكونت ده كان فيه كام؟ كان فيه حوالي 5000 جنيه، ده غير فلوسه اللي هو صرفها. يعني هو صرف اكتر من ايا كان 15000 تقريبا عندهم، ده غير مصاريف الاعلانات، ده غير فلوسه اللي كان حاططها في الحساب الاعلاني. يعني اقل حاجه على الاقل لو انت ماركتير عندك ضمير هترجع للشخص ده فلوسه. يعني مش شرط فلوس كلها يا سيدي، انت تعبت في فلوس. اقل حاجه هتعملها انك الفلوس اللي في الحساب الاعلاني هترجعها له. ما حصلش. اللي حصل ان هم طنشوه خالص، رغم ان هو بيوعد في الماركتنج بتاعه ان انا هساعدك تجيب 1 2 3 4 النتائج دي، لو ما جبتهاش هرجع لك فلوسك. فده مهم جدا. اوعى تشترك مع حد يديك وعود مبالغ فيها، او عايز يبين لك ان الحياه وردي، ان انت هتجيب فلوس كتير جدا ومش تعمل مجهود. ده مش صح. عندنا عملاء بيجيبوا نتائج زي 120,000 جنيه في اقل من شهر، بس هل انا بوعدك انك هتجيب النتائج دي؟ مستحيل، ما اقدرش اوعد بده، لان كل حاجه بتعتمد على عوامل كتير جدا عشان تبقى ناجح في الكوتشنج بزنس بتاعك. تمام؟ انا كعبد الله اشتغلت مع شركات اجنبيه، اشتغلت ودرست تحتيت اقوى ناس في الماركتنج وفي السيلز في العالم. تقدر تدور عليهم في الانترنت دلوقتي لو انت عايز. افتح ليكي وتسرش عن ديسون كابيتال، تسرش عن دان لوك، تسرش عن سام اوبنز، تسرش عن بيري بيلشو، تسرش عن ارمن شافي، تسرش عن كول جوردون السيلز تيم مانجر بتاع توني روبنز. انا اتعلمت الناس دي يعني برامج تدريبيه مع اقوى ناس بتعمل ماركتنج في العالم. تمام؟ يعني اظن ان انا اعرف حاجه او اتنين عن الماركتنج، واقدر اخليك تميز ما بين الشخص اللي فعلا فاهم والشخص اللي فهلوي وبيحاول يبين نفسه فاهم. اوكي؟ تاني واهم حاجه، اول ما تلاقي كلمه باقه في الماركتنج اهرب. او هو مش شرط، بس يعني ايه باقه؟ يعني اول ما تلاقي الوعود لايكس وفولورز وشير وانتشار والكلام ده، فده مش ماركتنج. لان انت نفسك دلوقتي لو فتحت يعني على اليوتيوب
قلت هاو تو جيت مور لايكس، هتعرف ازاي تعمل لايك كامبين. يعني هتعرف تعمل اعلان على الفيسبوك يجيب لك لايكات للصفحه بتاعتك، يجيب لك ناس تشوف، يجيب لك ريتش. مش مستاهله انك تجيب ماركتير يعمل لك الحاجات دي. الموضوع ابسط من كده. فلو الماركتير الشخص ده بيوعدك بان انت هتجيب فولورز ولايكس، فاساله سؤال مهم جدا: ازاي هقدر احول الفولورز واللايكس دول لعملاء حقيقيين عندي في البيزنس بتاعي؟ او امتى على الاقل؟ يعني مش انا معاك اصرف ايا كان الرقم اللي انت عايز نصرفه ايه، امتى اقدر احول الناس دي لعملاء حقيقيين؟ غالبا مش هتلاقي اجابه، او هتلاقي كلام زي دي بقى بتاعتي انا وبتاع، واحنا كده، وما تقلقش انا هساعدك وانا فاهم وانا شاطر وانا عملت مليار جنيه قبل كده. فين السيستم؟ لكن لو هو ما شرحلكش ده، وبعدين النتيجه النهائيه ايه؟ ولا اي حاجه. فاحذر من المسوقين اللي بيدوك يعني وعود زي هجيب لك لايكس وفولورز، هجيب لك انتشار وهكذا. لان خلينا احكي لك قصه تانية. حد كوتش شاطر جدا معاه شهادات جميله جدا، وكان يعني واحده من اشطر الكوتشز الموجوده في السوق في مجال من المجالات يعني، راحت لشركه تسويق قالوا لها هناخد منك 20,000 جنيه شهريا في مقابل ان احنا هنسوق للكوتشنج بيزنس بتاعك. طب يا جماعه جبنا نتائج امتى؟ هنتست، هنشوف. ده كانت الردود اللي هم كانوا بياخدوها، اللي كانت بتاخدها منهم يعني. فعدى اول شهر اتصرف 20,000 جنيه ما جابتش اي نتيجه. تاني شهر اتصرف 20,000 جنيه تانية ما جابتش اي نتيجه. تالت شهر يا جماعه في ايه؟ انا سامع شهرين بس بقالكوا شهرين بتعملوا تيست عشان نجيب عملاء. ده المشكله ان احنا جبنا لك ناس مهتمه. بدا بقى الكلام يتغير. احنا جبنا لك ناس مهتمه بس ما حدش من الناس دي اشترك. فدي مشكلتك انت، لانك مش بتبيع حاجه الناس عايزاها بجد. والله امال انتوا بتوع ماركتنج ليه؟ المفروض الشخص بتاع الماركتنج ده لو هو شايف ان الحاجه اللي العميل بيبيعها مش هتجيب له فلوس، هيعرفه، هيوجهه. ده بقى الشخص ده الفرق بين الشخص اللي فاهم والشخص الفهلوي. اللي فاهم هيعرفك بالظبط والله انت البيزنس بتاعك دلوقتي، او عرفك من اول دقيقه اذا كان هيقدر يساعدك ولا لا. هيعرفك من اول دقيقه اذا كان المجال ده يعني فعلا هو شاطر فيه، هيعرف يجيب لك فيه عملاء ولا لا. والماركتير في الاول وفي الاخر انا من وجهه نظري هو مش هدفه ان هو يجيب لك لايكس وفولورز، هو هدفه يجيب لك فلوس. تفتح البيزنس ليه؟ انت بتعمل ماركتنج ليه؟ عشان تجيب لايكس وفولورز؟ خلينا واقعيين. بتصرف في الماركتنج بتاعك وبتصرف على البيزنس بتاعك عشان تجيب عملاء، عشان تجيب فلوس داخله للكوتشنج بيزنس بتاعك. A business is money in. لو انت ما فيش ماني ان في البيزنس بتاعك يبقى لازمه الماركتنج ايه؟ تمام؟ يعدي الشهر الثالث 20,000 جنيه كمان، لغايه دلوقتي صرفنا 60,000 جنيه يعني بتكلم عن قصه العميله دي. وفي النهايه ولا اي حاجه، مفيش نتائج. طبعا هي بتتكلم معانا خايفه ان ده يحصل لها مننا. قلت لها لا، ده مش هيحصل عندنا خالص. احنا عندنا عملاء بيجيبوا نتائج، بس انا مش بوعد بحاجه. انا العموم يتصرف 60,000 جنيه وصفر جنيه دخل البيزنس بتاعي. ايه الفكره بقى؟ يعني التعليل ايه؟ طب انا دلوقتي صرفت 60,000 وما جبتش نتائج. يا جماعه الخير، انا عايز فلوس. على الاقل الشخص الفهلاوي ده لما انا استثمر معاه مبلغ زي ده، يعني على الاقل شوف انت قدر مجهودك كام واديني حقي، وانا هبقى مش زعلان. لكن طبعا في النهايه هذه العميله ما قدرتش تاخد منهم اي حاجه. صرفت 60,000 جنيه خلاص. طبعا هيبقى عندها شك ان هي تشتغل مع اي حد من الماركتيرز. فمجرد بس انك تبقى انسان، يعني عايز اقول لك حاجه برضه مهمه. مجرد انك تبقى صادق وتبقى شخص عندك ضمير في الشغل بتاعك، دي حاجه يعني هتميزك. دي تعتبر ميزه تنافسيه في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ده. دي تعتبر حاجه مميزه، دي تعتبر حاجه هتضيف لك قيمه، دي تعتبر حاجه انت الناس هتثق فيك وهتدفع لك فلوس اكتر من منافسينك، لانك انت عندك القيمه دي. لان دي القيمه بقت قليله جدا، ان انا ابقى صادق، ان انا ابقى انسان عندي ضمير وانا بشتغل مع العميل بتاعي عشان اساعده يجيب نتائج قويه في البيزنس بتاعه. ده مهم. حاجه بقى مهمه لازم تركز فيها كويس جدا 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 مع الماركتير فهلاوي. اسال عن النتائج. هل عندك نتائج سابقه مع عملاء؟ مش شرط في نفس مجالي، بس على الاقل يعني ايه، انا عايز عملاء جابوا نتائج، كيس ستاديز. تمام؟ انا كعبد الله مش بهتم. يعني لو انت دخلت على صفحه النتائج بتاعت العملاء بتوعنا هتلاقي فيديوهات، اقل فيديو 30 دقيقه، لان العميل بيحكي قصته كامله من ساعه ما دخل معايا لغايه ما جاب نتيجه. بيحكي التحديات، الحاجات السلبيه، الحاجات الايجابيه، كل حاجه، عشان انت نفسك كحد مهتم لو انت داخل تشترك معانا في البرنامج بتاعنا التدريبي تبقى عارف ان عندك صوره عن ازاي لو الدنيا باظت او ازاي لو الدنيا مشيت ايه اللي هيحصل. يبقى عندك صوره كامله من وجهه نظر العميل.
مش نتائج اللي هي كوتش عبد الله كان جميل قوي، الكورس كان رائع، الخدمه كانت ممتازه، وبعدين طب ما ده الطبيعي يا جماعه، ده يعني ده المنطقي. انا استثمر فلوسي مع حد، انا بتوقع ان انا مقابل الفلوس دي هاخد حقي، اللي هو النتيجه الكويسه والخدمه الكويسه. الحاجات دي مش يعني نون نيجوشيبلز، حاجات يعني لا نقاش فيها. ده اللي اي حد محتاجه، ده اللي اي حد مدرب، اي حد خبير، اي حد فاتح بيزنس عايز حد يسوق له عايزها. ايه يعني ايه اللي خلى ده حاجه يعني مميزه؟ ما طبيعي ان انا اصرف فلوس في حاجه اخد حقي فيها بس. فنتائج العملاء عندنا نص ساعه فما فوق. نفس الفكره عند الشخص الفهلاوي، هتلاقي الفيديو 3 دقايق، خدمه جميله، الشخص ده كان كويس، شكرا. ممكن يكون واحد صاحبه اللي مصور الفيديو ده اصلا، ايا كان. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لما تقول له هات نتائج حقيقيه وما يبقاش عنده، وتطلب منه يكلم حد من العملاء عنده، يقول لك لا، خصوصيه العملاء بتوعنا. اكتر حاجه بتضحكني خصوصيه العملاء بتوعنا. ايه الخصوصي في نتائج عميل هيساعدنا في القرار الشرائي معاك؟ غالبا انت ما عندكش، ممكن ما يبقاش عندك عملاء اصلا وانت تتكلم عن خصوصيه في البدايه. احنا عندنا لو حد طلب، حد يعني خايف جدا وكده وبيستاذن مني، والله يا عبد الله انا مثلا ممكن تستاذن لي التيم بتاعك، احنا عايزين حد، اكلم حد من العملاء عندك. بنحدد له وقت مع العميل بتاعنا، الناس اللي جابت معانا النتائج، يبعت لهم على الواتس، يتواصل معاهم، اسالهم عن كل حاجه. مفيش حاجه فيها خصوصيه في ده نهائيا. اللي انا في النهايه عايزه انك تبقى داخل معاه وانت مطمن. ده الفرق بين الماركتير الفهلوي والماركتير اللي فاهم. اللي فاهم هيشتريك، اللي فاهم هيحاول يساعدك تاخد قرار قوي في البيزنس بتاعك، مش هيحاول يسلز عليك. تمام؟ مش هتحس بالضغط معاه وانت بتحاول تشترك معاه. هو موجود، انا الخدمه بتاعتي اهي، تيك ات اور ليف ات. عايز تشترك معانا، احنا عندنا عملاء بيجوا نتائج فلانيه، مش عايز براحتك. فيل فري، جرب في الماركت، انا عارف، انا واثق في قدراتي وعارف انا بعمل ايه كويس. تمام؟ ده اللي انت المفروض تتوقعه من الشخص اللي فاهم، الشخص اللي فعلا هيجيب لك نتائج قويه في البيزنس بتاعك، مش الشخص الفعلاوي اللي قاعد يقول لك انا وانا احنا جامدين، احنا مش عارف ايه، احنا غالبا مش هيقعد يتكلم عن نفسه، لان الناس اللي فاهمه مش بتقعد تشكر في نفسها بشكل جميل يعني. خلاص؟ اهم حاجه ركز فيها كويس جدا، حاول مع الماركتير ده تستفسر عن التفاصيل. تمام؟ التفاصيل بمعنى ايه؟ اساله اسئله زي ايه اللي يعني اديني فكره عن الخطه اللي همشي بيها في الماركتنج بتاعي عشان اجيب نتيجه. يبدا لما تتكلم معاه وتساله في التفاصيل يديك اجابات دقيقه عن النتائج اللي هيحققها. شكل العلاقه ما بينكم تبقى عامله ازاي لما يشترك معاك في البرنامج، يعني يديك فكره، او لما يشترك معاك في الخدمه اللي انت هتقدمها له. ده مهم جدا. معظمهم غالبا مش هيديك حاجه، يقول لك هنساعدك، ما تقلقش، احنا شطار، احنا جامدين، احنا يا عم قول له الخطه. هتفهم ان انت شاطر، فاهم ان انت عندك خبره كويسه، اديني فكره هتساعدني ازاي، هنعمل ايه، هنزل ايه النهارده، هنزل ايه بكره، هصرف كام في الاعلان، لو الدنيا باظت ايه اللي هيحصل. اساله السؤال ده، اهم سؤال اهم سؤال تساله، لو الدنيا باظت ايه اللي هيحصل، عشان تبقى ضامن حق. خلاص؟ ده من اهم الحاجات لازم تكون مركز فيها كويس جدا في التعاون مع اي حد من المسوقين يعني. ده من خبرتي من اكتر 8 سنين في الماركت، فانت لازم تكون عارف انت تشتغل مع الناس دي ازاي وتتعامل معاهم ازاي. يعني ده فيديو مهم جدا، حاول تبعته للناس اللي بتفكر يعني تشترك مع حد من الماركتيرز في ايا كان الباقات بتاعتهم او ايا كان الخدمات اللي قدموها. في مصر انا متاكد في الوطن العربي ناس كتير جدا شطات، ولكن مش ظاهرين يعني بالقدر الكافي. فانت لازم تدور كويس قوي على الناس اللي فاهمه. ما ترميش فلوسك على حد بيديك وعود مبالغ فيها، ما ترميش فلوسك على حد مش مديك خطه تمشي عليها عشان يساعدك تجيب نتائج، ما ترميش فلوسك مع حد بيحاول يسلز عليك، يحاول يضغط عليك بالعافيه عشان ياخد منك فلوس. تمام؟ خلي بالك كويس قوي، وما تنساش ان انت شخص عندك خبره، شخص محتاج تطور من برامجك، شخص محتاج تكبر البيزنس بتاعك، فلازم تبقى فاهم كويس قوي، على الاقل يبقى عندك خبره شويه في الماركتنج، تبقى عارف الكلام ده كلام صح ولا كلام غلط. نخش نتكلم مع الناس دي عشان ما حدش يضحك عليك. اشكرك على متابعتك للفيديو ده. اسمي عبد الله، مهندس معماري وماركتنج وسيلز كوتش، بساعدك تجيب نتائج اقوى في البيزنس بتاعك، بساعدك تبيع باعلى سعر ممكن لاكثر نوعيه عندها استعداد تستثمر في برامجك التدريبيه. لو انت مهتم، لو انت عايز ان احنا نساعدك في الكوتشنج بيزنس بتاعك، تكبر الكوتشنج بيزنس بتاعك، تجيب عملاء اكتر، تجيب فولورز اكتر، تعمل شو اكتر في الكوتشنج بيزنس بتاعك، تقدر تتفرج على الفيديو اللي تحت الفيديو. انا عملت فيديو كده يعني بشرح لك فيه السيستم بتاعنا ماشي ازاي. لو انت مهتم تقدر تتكلم مع احد المستشارين المتخصصين بتوعنا عشان نشوف نساعدك ازاي في الكوتشنج بيزنس ده. اشكرك على متابعتك للفيديو، يومك زي الفل.